السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الجمال، صباح الإشراق. النهاردة معانا يوم طويل. أول حاجة ببدأها طبعا ان انا اقيس السكر بتاعي. طبعا في الحمل لازم هنا لازم على طول يدونا الجهاز ده عشان نعمل قياس للسكر كل حوالي ساعتين بقى كده لازم، يعني عشان ايه برضو نتابع مستوى السكر في الدم. بعد كده بقى ببدأ الفطار بتاعي بالنسكافيه المتين عشان الواحد يصحصح ويفوق كده، يعني ايه ما يبقاش الواحد مخه كده مش فيه. لازم النسكافيه ده على الصبح، يعني لابد منه، شيء لابد منه. نزلنا بقى انا وفارس اشترينا شوية حاجات كده هوت للفطار كده، كمان شوية مشتريات من السوبر ماركت قريب مننا. تمام، وقلنا ايه نرجع تاني على البيت. بعد كده بقى لبسنا ونزلنا على السنتر علشان نشتري بقى شوية حاجات كده، وبالمرة يعني نتمشى شوية برضو، يعني منها تمشية برضو. الواحد لازم يحرك مفاصله دايما كده ويمشي وينشط حاله كده، وبالمرة بقى نلحق العروض اللي شغالة بقى دي. يعني كانت في عروض كتيرة بصراحة، لسه لازالت بواقي العروض بقى، بواقي العروض دي عشان بقى خلاص بقى بمحلات تعتبر بتصفي خالص بقى. خلصنا بقى ورجعنا على البيت. ابتديت ان انا كنت عايزه اعمل شويه قراقيش كعب الغزال كده. تمام، بظبطها كده بالعجوة وبعمل شوية تانيين بالملبن، يعني بينفعوا بصراحة في الفطار، بينفعوا كده جنب الشاي كده، يعني حاجات لابد منها كده، يعني تسالي الشتاء بقى، دي تسالي الشتاء. لازم نعملها يا جماعة دايما دي. عملت الثلاث صواني دول. تمام، وعملت كمان صينية تبقى ملبن كده. تمام، طبعا هي المقادير بتاعتها سهلة جدا، هبقى اسيبها لكم بقى في description box. تمام، بحيث ان انتوا تعملوها برضو سهلة جدا وما بتاخدش وقت خالص. تمام، بطلعها بقى بتكون مستوية كده يا دوب ايه، واخدة كده لون من تحت. تمام، وهي بتبقى ايه مستوية من فوق، بس ما بنسيبهاش تنشف قوي بقى عشان ايه ما تبقاش ناشفة يعني. بسيبها بقى كده شوية تبرد وبعدين بخزنها بقى في العلب بتاعتها. بالمرة بقى الطعمية كانت خالصة عندي، وقلت اما اعمل شوية عجينة طعمية كده
تمام. بالمرة كده نقعت شوية فول مدشوش كده لمدة ساعتين، وقطعت الخضار بتاعه. تمام. بيبقى طبعا كرات بقى وخضرة وبصل وفصين توم، وعلى الكبة بقى مباشرة. يعني بص، فرموا في الكبة كده فرمة تمام. ماشي. دون العجينة الطعمية التمام. ولا احسن محلات الطعمية. يعني بصوا، عجينة طعمية من الاخر بقى. بنحطها بقى في كيس وبنبتدي نفرزها في الفريزر. بتبقى حلوة جدا للفطار ومغذية، وفي نفس الوقت بقى يعني ايه، بروتين نباتي بقى يا جماعة، يعني بروتين نباتي. احنا بصوا، احنا الواحد يطلع من مصر، بس مصر لا ما نقدرش نطلعها من قلبنا يعني بصراحة. الا الطعمية لازم. عملت كمان بقى شوية محشي بقى كده، عشان ندفي نفسنا في السقعة الرهيبة دي، وفي البرد الرهيب ده محتاج محاشي محاشي طول الوقت كده. وكمان عملت شوية بقى رز بلبن للولاد عشان الفطار بقى كده. بيحبوا الرز بلبن جدا. بظبطه انا بقى بالقشطة واللبن كمان السكر بودر، وبحط له كمان شوية بودر كريم كريم شانتيه بودر. يعني بيطلع تحفة بصراحة، تحفة. ده القوام بتاعه. ببتدي بقى اعبيه في الايه، في العلب بتاعته، واحطه في التلاجة للفطار مخصوص كده. يعني ايه، مع الشوفان والحاجات تغيير يعني. كان عندي بقى الحاجات دي. تمام. الصينية دي قلت ان انا عايزة اغير بقى اللون بتاعها، خليها ذهبي كده. جبت الميتاليك ده وقلت اجربه بقى لأول مرة. تمام. يعني بصراحة اداني نتيجة مبهرة جدا. كان عندي الصينية دي اغير اللون بتاعها دلوقتي يبقى ذهبي. وكمان عندي برضو سبرتاية برضو عايزة اديها برضو رشة كده. يعني عايزين نشوف بقى التجربة الجديدة دي هتبقى تدينا نتيجة ايه. بصراحة ادتني نتيجة مبهرة جدا يعني. شوفوها في الاخر دلوقتي. بسيبها حوالي بقى يوم بحاله تنشف الحاجات دي. يعني بسيبها حوالي 24 ساعة كده او 12 ساعة تنشف. تمام. وبعد كده بقى ببتدي ان انا استعملها عادي. تمام. النتيجة بصراحة كانت مبهرة وعجبتني جدا. الحاجات كلها رجعت جديدة جديدة بجد يعني.
كان عندي بقى القماش الأورجانزا ده، قلت بقى ايه اما اعمل شوية ديكوريشن بقى كده لسرير البيبي بقى، واعمل شوية بقى شغل خياطة بقى كده عالي يعني. فكان عندي الأورجانزا دي، خيطت فيها الكورنيشة الجميلة دي، برضو دي كورنيشة جاهزة كنت جايباها. تمام، خيطت فيها الكورنيشة ديت يدوي كده. تمام، وقلت طب بعمل بيها ايه ديكوريشن للسرير بتاع البيبي. يعني بصراحة عطتني نتيجة مبهرة، وغيرت شكل السرير اصلا، يعني هتشوفوها بصوا بقى دلوقتي. الجمال والشياكة بقى حاجة بقى. بصوا يعني ده الشكل النهائي بقى للديكوريشن بتاع السرير. قلتلكوا اخر مرة ان انا هظبطه وظبطته فعلا. بصوا عملت شغل بالاورجانزا الكورنيشة دي، يعني بصراحة عملت لي احلى احلى واجب يعني. اتبقت منها بقى شوية كده، قلت اما اعمل برضو الكارسيت بالمرة بقى، يعني بالمرة بقى اما اعمل الكارسيت بقى. فعملت له الهيد دي برضو، يعني برضو عطت شكل لطيف كده، وغيرت شكل الكارسيت خالص، خليته بناتي كده. يعني بصراحة منظر روعة يعني. اتبقى شوية بقى من الكورنيشة الجميلة دي، فقلت لا مش هرميها، اما ايه استخدمها بقى. لا مش هقدر بصراحة، قلت احطها في السرير الجميل ده كده. تمام، تدي شكل برضو وتظبط الدنيا كده في السرير اللطيف ده اهو. وكمان استخدمتها في التيشيرت ده برضو، كنت جايباه كده وكان سادة وشكله مش عاجبني، فقلت لا بص لازم احطها هنا بقى يعني. بصراحة عطت شكل رائع رائع للتيشيرت. خلص اليوم بتاعي، وطبعا ما اقدرش اختم اليوم بتاعي الا بقراية جزئين من القرآن. بصراحة بيفرقوا معايا جدا، وفي نفس الوقت كده غذاء للروح كده، يعني قاعدة كده مع النفس كده مع القرآن كده، حاجة جميلة يعني. وفي نفس الوقت بتخلينا قرآن طول السنة بقى، مش في رمضان بس. بصراحة حاجة ما بقدرش استغنى عنها بقى. خلص اليوم بتاعي، اتمنى يكون عجبكم، وان شاء الله انتظروني في فيديوهات جديدة، وما تنسوش سبسكرايب ولايك، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.